حبيبي عم ابو احمد منور الدنيا. طبعا احنا بقالنا كتير ما بنتقابلش، صح. بس اللي احنا لازم نتقابل بقى ونتكلم فيه، ايه رايك في تولي حسام حسن منتخب مصر؟ لانك الناس كلها موافقه على حسام حسن الا الاهلاويه. لا الا الاهلاويه. طبعا. ليه ده ازاي يعني؟ عشان مش من الاهلي. عشان مش من الاهلي حسام. لا الجمهور الاهلي كله بيحب حسام حسن. لا بس متهيألك. لا بس مش موضوع اهلي وزمالك للمنتخب مبدئيا. يا عم ماشي، ما اتكلمتش في حاجه، بس كده الاهلي مش موافقين عليه. ليه بس؟ الاهلاويه مش موافقين. ازاي مش موافقين عليه يا عم ابو مش احمد؟ عمل لهم الدعره ومشي هو واخوه. بس بقى انت عمال كده تقول كلام. انا اقول كلام ايه؟ مش ده الصح، ده اللي منتشر دلوقتي. ليه ما خد 6-1 وكان معاكم؟ خد 6-1 يا عم مش 6 ولا 7. 6-1 ايوه والله دارة ايه ما ده 6-1 ماشي ماشي، ما انتوا غلبتوا من صن داونز راح جاي 5. لا سيبك من صن داونز وكلام العبيط. بس بتكلم عن مين يعني؟ انا ولا اتكلم على ايه؟ هتقول الصن داونز، سيبك من صن داونز. ما انتوا مغلوبين برضه في الستينات. احنا دلوقتي في المنتخب يا عم ابو احمد. ماله المنتخب؟ حسام حسن يعني المنتخب يطلع يجيب 4 تعادلات وفيتوريا بياخد مئات الدولارات واليورو. ايوه يا عم، ما الناس هي عقده الخواجه شغاله معاهم. لا ولا المصالح كلها مصالح. مصالح دايره. يعني احنا لما فوقنا مسكنا المنتخب، يعني احنا لما فوقنا مسكنا المنتخب ايوه يعني لما يعني حسام لما فاق يعني يفوق المنتخب يعني. يا عم ماشي، خليه ياخد التجربه بتاعته، اشمعنى هو يعني؟ طب يعني ما يجرب التجربه. تمام، والتجربه وخلي بالك احنا بعد افريقيا واحنا مبطلين كوره، كلام سليم، والدوري راجع بانتقالاته بحواراته بمواضيعه. الزمالك جاب بتاع 13 14 لعيب، هل هنشوف الزمالك في مركز متقدم ان شاء الله؟ يا عم انت بص، دي ارزاق. تمام. فاهم انت ازاي؟ طالما انتوا حاطين على الزمالك مش هيتقدم ولا خطوه. ده طب بياخد الدوره الرمضانيه يعني. طيب يا عم ابو احمد يعني ولا خطوه ايه؟ يا عم انتوا فرتكتوا النادي وخلاص، على كده مشيتوا الراجل اللي كان بيأدبكم. مشينا الراجل اللي كان بيأدبنا اللي طلع فضحكم. احنا اللي مشيناه بتوع الدولارات والساعات شوط حراميه. ايوه صح. عشان كده مشيتوه وحبستوه. يعني ما تمام ماشي كمل. عايزين حد على قد ده انتوا جايبين من رئيس نادي اهلاوي. بس النادي اهلاوي. رئيس نادي للزمالك اهلاوي. اللي هو الجديد ولا القديم؟ اللي قبل منه ده. اللي قبل منه، بس حسين لبيب. انتوا شغالين في فرن. احنا شغالين في فرن. شغالين في فرن يا عم، انتوا اللي ابن المدلل. انتوا عالم مدلله. طبيعي الاهلي فوق الجميع. يا عم فوق الجميع ايه؟ الاهلي فوق الجميع، بكلمك جد الاهلي فوق الجميع. فوق نفسه. لا انا بقول لك الاهلي فوق الجميع. انا جميع يا عم. حط انت عارف اللي انت عبد الله السعيد في تصريح يقول لك انا حلمي ان انا اخد بطوله افريقيا وانا وشيكابالا. انتوا متخيلين انتوا هتروحوا تاخدوا بطوله افريقيا؟ يا عم ربنا كبير بقى. ما ربنا كبير، بس انتوا بقالكم من 2001 بتحرقوا يا عم ابو احمد. ماشي، الابن المدلل ده لو الناس شالت ايده عنه ومش عارف يعمل حاجه. عشان الاهلي فوق الجميع. عشان الاهلي فوق الجميع يا عم، فوق الدولارات والساعات والثلاجات ايوه شويه حراميه ومجح. احنا طبعا ملتمسين العذر لعم ابو احمد في الحته دي، لان الاهلي زي ما انتوا عارفين الاهلي فوق الجميع. معلش يا عم ابو احمد، الاهلي فوق الجميع. مالش يا عم فوق الجميع ايه؟ ايوه الاهلي فوق الجميع. يا عم جميع ايه وبتاع ايه؟ والله الاهلي فوق الجميع. ده الاهلي ده شوط حراميه. يعني برضه عم ابو احمد طبعا رايه العام بيقول هو زي ما هو عايز. يا عم قول زي ما انا عايز. ايوه حقك كمواطن تقول. مالك يا عم في ايه؟ انا بغلط في حد؟ لا هو انتوا مش حراميه وخدتوا دولارات وساعات ولا بلاقي عليكم؟ والثلاجات يا عم ابو احمد بس. الثلاجات دي بقى تروح على البيت. لما بقى فلوس وساعات بتروح على البنك. ايوه بس ايوه بس يا عم ابو احمد. عامة يا عم ابو احمد قبل انتوا حراميه بوجح. طب جمهور الزمالك الجميل بنحب جمهور الزمالك ونحب عم ابو احمد وبنقول له كل سنه وانت طيب. داخلين على شهر مفترج وان شاء الله الزمالك يحقق كل امانيه بعيد عننا. يبقى بس انتوا على الزمالك هو هيظبط اموره. ماشي الزمالك قادم. طبعا ان شاء الله قادم الزمالك. ان شاء الله من 2001 ان شاء الله قادم الزمالك، بس ابعدوا عن انتوا. احنا واخدين 5 ابطال افريقيا او انتوا كنتوا 3 ولا مش عارف كام. احنا دلوقتي تحطوا على الزمالك، تحطوا عليه تاخدوا اللعيبه ترانزيت على بره. مفيش هو مفيش غير الفريق ده بتاع الترانزيت بتاع بره ده اللي بتطلعوا عليه وينزل عليكم. طب ما انتوا مفيش غيره يا عم. طب ما هو اللعيبه هي عايزه كده، اللعيبه عايزه يروح الاهلي. اللي عايزه كده، اللعيبه عايز يروح الاهلي يا عم. دي قاعده بقول لك، الاهلي ده ليه قاعده اساسيه بتنجانيه فوليه. قاعده اللي انتوا عاملينها شويه حراميه.